بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لتلاميذ البكالوريا. اليوم شعبة آداب وفلسفة سنتكلم عن تصميم لمقالات. الدرس الأول هو درس الإحساس والإدراك ضمن إشكالية إدراك العالم الخارجي. عايز التلميذ نعلم بأن درس الإحساس والإدراك يحتوي على 4 نظريات: النظرية العقلية، النظرية الحسية التجريبية، والنظرية الجشتالت، والنظرية الظواهرية. مواضيع الإحساس والإدراك على التلميذ هناك 3 مقالات. المقالة الأولى هي حول طبيعة إدراك، يعني حول مصدر المعرفة الإدراكية بين الاتجاه العقلي والاتجاه التجريبي الحسي. يعني طبيعة إدراك، مصدر المعرفة الإدراكية. يجي السؤال: هل الإدراك من طبيعة عقلية أم حسية؟ هل المعرفة الإدراكية نابعة من العقل أم من التجربة الحسية؟ التلميذ في الموقف الأول راح يتكلم عن النظرية العقلية بأن الإدراك عملية عقلية، نشاط عقلي خالص. يعني الإدراك راه من طبيعة عقلية. المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي راه مصدرها، منبعها، أساسها العقل وليس التجربة الحسية. يتكلم على فلاسفة اليونان سقراط أفلاطون، وفي العصر الحديث أبو الفلسفة العقلانية ديكارت وتلميذه ألان. يعني الموقف الأول راح يتكلم عن النظرية العقلية. في الموقف الثاني راح التلميذ يتكلم بأن الإدراك نشاط حسي تجريبي. المعرفة الإدراكية من طبيعة حسية، يعني مصدرها الإحساس، مصدرها الحواس، مصدرها التجربة الحسية، لأن العقل صفحة بيضاء. هم أصحاب النظرية الحسية التجريبية. يتكلم التلميذ على أرسطو، على كوندياك، على دافيد هيوم وجون لوك. يعني الموقف الأول يتكلم عن النظرية العقلية، الموقف الثاني يتكلم عن النظرية الحسية. في المقالة الثانية عز التلميذ راح نتكلم على عوامل الإدراك، يعني شروط الإدراك أو العوامل المتحكمة في الإدراك. السؤال عز التلميذ هنا مش يتكلم على الطبيعة، راح يتكلم على العوامل الإدراك. هل الإدراك يعود إلى العوامل الذاتية مرتبطة بنشاط الذات أم مرتبط بالعوامل الموضوعية خارجية، يعني موضوع المدرك؟ يعني هنايا هل الإدراك يعود إلى العوامل الذاتية أم العوامل الموضوعية؟ هل الإدراك نشاط ذاتي خالص أم تحدده العوامل الموضوعية خارجية؟ ونقول هل الإدراك يرجع إلى نشاط الذات أم الموضوع المدرك؟ نقول الموضوع المدرك نقصد بالعوامل الموضوعية، العوامل الخارجية انتظام الأشياء، الشكل الخارجي. وكي نقول نشاط الذات يعني الذات المدركة عند الإنسان. هنا التصميم المقال جدلي. الموقف الأول راح نتكلم الإدراك يتوقف، يعود، يرجع إلى العوامل الذاتية، يعني مرتبط بنشاط الذات. راح التلميذ هنا يتكلم عن نظريتين، العقلية والحسية معا، يعني في 2 في موقف واحد. يعني كلاهما يرى بأن الإدراك نشاط ذاتي، يعني إدراكات العالم الخارجي مجرد نشاط ذاتي، يعني مرتبطة بنشاط الذات، يعني عوامل ذاتية هي فاعلية العقل وسلامة الحواس. بين الموقف الثاني عز التلميذ إذا كان هنا الموقف الأول ذاتية، عكس الذاتية هي العوامل الموضوعية، يعني الإدراك تتحكم في العوامل الموضوعية الخارجية، يعني مرتبط بالموضوع المدرك، يعني وهي نظرية الجشتالت. يعني هنا يتكلم التلميذ على الموقف الثاني، نظرية الجشتالت فقط، يعني نظريتين ضد نظرية. عندي 4 نظريات. في المقالة الأولى العقلية ضد الحسية. في المقالة الثانية راح يتكلم التلميذ عن عوامل الإدراك، هي عوامل ذاتية هي العقلية والحسية، والعوامل الموضوعية نظرية الجشتالت أو نظرية الصورة بزعامة كوفكا، كوهلر، بولغيوم وغيرهم. والعقلية نعرف بأن سقراط وأفلاطون وديكارت وآلان. والحسية عندي زعيمها جون لوك ومواطنه ودافيد هيوم وأرسطو وغيره. بينما المقالة الثالثة عزيز التلميذ أو الموضوع الثالث في الدرس، المقالة الثالثة في الدرس هي حول علاقة الإحساس بالإدراك. السؤال جدلي: هل العلاقة بالإحساس بالإدراك انفصالية أم اتصالية؟ هل هناك علاقة انفصال أم اتصال بين الإحساس بالإدراك في التعرف على العالم الخارجي؟ ونقول هل يمكن الفصل بين الإحساس بالإدراك في التعرف على العالم الخارجي؟ هناك من قال يمكن وهناك من قال لا يمكن. ونقول هل الإحساس بالإدراك وجهين لعملة واحدة أو لعملية واحدة؟ تصميم المقال عزيز التلميذ راح يتكلم الموقف الأول على علاقة انفصال، وفي الموقف الثاني يتكلم على علاقة اتصال. الموقف الأول يقول التلميذ: يرى فلاسفة علم النفس الكلاسيكي التقليدي القديم أن العلاقة بالإحساس بالإدراك علاقة انفصال، علاقة انفصالية، علاقة تمييز، يعني يمكن، يعني يجوز، يعني من الضروري، يعني ضرورة، يعني إمكانية الفصل والتمييز بإحساس الإدراك. وراح يتكلم هنا على علم النفس الكلاسيكي التقليدي القديم وهم أصحاب النظريتين العقلية والحسية معا، يعني كلاهما فصل بين الإحساس والإدراك. النظرية العقلية غالت فطاح ركز على الإدراك وأهمية الإحساس، والنظرية الحسية ركز على الإحساس وأهمية الإدراك، يعني كاين انفصال، كاين تمييز من حيث المفهوم، من حيث المصدر، من حيث الطبيعة، ومن حيث الأسبقية وغيرها. بينما الموقف الثاني على التلميذ إذا كان الأول هنا انفصال، لازم الموقف الثاني يكون اتصال، يعني نقيضه الموقف الأول نقيض الموقف الثاني هي علاقة الإحساس بالإدراك، علاقة اتصال، علاقة تكامل، علاقة ترابط، يعني راهم وجهان لعملة واحدة أو لعملية واحدة. إذا كان الأول يأكد على الفصل، يمكن الفصل
الفصل، إمكانية الفصل. هنا لا يمكن الفصل، يتعذر، يعني يستحيل، يعني مستحيل، يعني استحالة الفصل والتمييز بين الإحساس والإدراك لأنهم وجهان لعملية واحدة. إذا كان الأول يأكد على الانفصال، هذا راه يحاول الجمع بين الإحساس والإدراك. وأصحاب علم النفس الحديث والمعاصر يتمثلوا نظريتين في علم النفس المعاصر، هي نظرية الجستالت، نظرية الصورة، والنظرية الثانية هي النظرية الظواهرية أو الفينومينولوجية. يعني التلميذ عنده 4 نظريات يخدم بها 3 مقالات. المقالة الأولى حول طبيعة الإدراك، الطبيعة العقلية، النظرية العقلية، الطبيعة الحسية، النظرية الحسية، في عوامل الإدراك العوامل الذاتية هي العقلية والحسية، في الموقف الثاني الجستالتية وحدها. بينما في مقالة العلاقة بالإحساس والإدراك الدرس بأكمله، يعني الدرس على شكل جدلي، يعني علاقة الإحساس والإدراك هل هي علاقة انفصال أم علاقة اتصال. الموقف الأول انفصال، تميز، يمكن، يستحيل. التلميذ راح يتكلم عن النظرية العقلية والحسية معا، يعني في موقف واحد. والموقف الثاني راح يتكلم عن النظريتين اللي بقاو، هي نظرية الجستالتية والنظرية الظواهرية. يعني إذا كان هنا انفصال عكسه اتصال، إذا كان هنا تميز هنا كاين تكامل، إذا كان هنا يمكن هنا لا يمكن، إذا كان هنا يجوز هنا يتعذر، إذا كان هنا إمكانية هنا استحالة، إذا كان هنا من الضروري والضرورات هنا يستحيل ومستحيل الفصل بين الإحساس والإدراك لأنهم وجهان واحد. يعني علم النفس المعاصر راح حاول الجمع بين الإحساس والإدراك لأن كلاهم وجهان لعملية واحدة وهي إدراك العالم خارجي، وهي نظرية الجستالت، نظرية الصورة، كوفكا، كوهلر وبولغيوم وفورتهايمر وجون بياج وغيرهم. والنظرية الظواهرية هو إدموند هسلر الألماني، بليز باسكال، وكذلك موريس ميرلوبونتي. يعني الموقف الأول نظريتين، الموقف الثاني نظريتين. يعني من الدرس 4 نظريات، التلميذ يفهم النظريات يستطيع أن يحرر 3 مقالات من 4 نظريات فلسفية، لأن الفلسفة تطلب الفهم وليس الحفظ. إذا فهمت النظريات تستطيع أن تحرر أي مقالة من مقالات درس الإحساس والإدراك، يعني إما الطبيعة وإما العوامل إما العلاقة. يعني لا، التلميذ على الفلسفة طلب الفهم وليس الحفظ، يعني حذاري من حفظ المقالات لأن 4 نظريات نستطيع أن نؤسس منها أو نحرر 3 مقالات بطريقة الجدلية، لأن الفلسفة يعني تطلب الفهم 100%، بدل التلميذ أن يحفظ القوالب الجاهزة. وعندما يتغير صيغة السؤال التلميذ يعني يصبح فيه إشكال. يعني التلميذ مثلا يجي الإحساس والإدراك، كاين تلميذ المقالة تحكي على العوامل كما 2016 والتلميذ ديال العلاقة، ولكن 2020 جاء دافع العوامل الموضوعيه والتلميذ يدير علاقه الاحساس بادراك، علاقه انفصال، وكاين اللي يدير مصدر المعرفه الادراكيه. يعني التلميذ يخلط في الماده المعرفيه والفلسفه، يعني ماده تتطلب يعني التركيز والفهم والاستيعاب وكذلك المراجعه وحفظ بعض يعني الحجج وبعض الاقوال الفلسفيه. والتلميذ يستطيع ان يكتب باسلوبه الخاص، يعني يحرر انشاء فلسفيا يعني باسلوبه الخاص. لا تنسوا الاشتراك في القناه وكذلك تفعيل الجرس، وشاركوا المحتوى مع الأصدقاء والزملاء لكي تعم الفائدة وتحصل المعرفة.